فاكر اخر مرة لما قلتلك هو النادي الاهلي يا ترى هيعمل ايه في موضوع تعيين عصام عبد الفتاح رئيس للجنة الحكام، وانت داخل على موسم جديد ومش عايزين بقى نحرق في اعصابنا ونحرق في دمنا واحنا عارفين النتيجة؟ ليه؟ لان انت على خلاف واضح مع رئيس لجنة الحكام اللي هو عصام عبد الفتاح. وعلى فكرة الخلاف ده مش من ناحيتي انا بس، ده عصام عبد الفتاح نفسه ليه تصريحات في التلفزيون بتبين لك ان الراجل ده على خلاف مع الاهلي. لكن لما شفت حوار هاني ابو ريدة مع لميس الحديدي السؤال عندي اتغير، وقلت لنفسي هو انا ازاي كنت بالسذاجة دي؟ انا الخلاف بتاعي مش مع عصام عبد الفتاح ابدا، عصام عبد الفتاح ده عبارة عن اداة. انا الخلاف بتاعي مع الراجل اللي طلع مع لميس الحديدي امبارح، والحقيقة يعني 90% من الكلام اللي قاله مش حقيقي. سميه بقى هرتلة، سميه هبد، سميه كذب، لكن انا اؤكد لك ان هو مش جهل، لان هاني ابو ريدة عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة. ما تقنعنيش ان واحد رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو في المكتب التنفيذي للكاف وعضو في مجلس فيفا مش عارف. انا النهاردة بقى قاعد معاك علشان نعلق ونرد على تصريحات هاني ابو ريدة مع لميس الحديدي. ولكن قبل ما اطلع على هاني ابو ريدة اتمنى ان انت تستنى معايا. هنطلع كده الاول في جولة كوميدية على قناة الزمالك مع الاخ جاليليو، اللي طبعا من حقه يكون منتعش جدا بعد ما الزمالك نجح ان هو يطلع الرخصة. تعال نطلع على قناة الزمالك. نذكر حضراتكم مرة تانية بقائمة المتوجين واللي سبق ليهم التتويج بالبطولة. على رأس الجميع الزمالك صاحب ال5 ألقاب، تيبي مازيمبي 5 ألقاب ايضا. يا ابني انت مش قلت ان الزمالك على رأس الجميع؟ طب ليه ما قلتش ان الزمالك ومازيمبي على رأس الجميع ب5 ألقاب؟ انت يا ابني عندك مشكلة في الفهم ولا ايه؟ لازم افهمك انا بقى كالعادة. نرجع للادوار القديمة اللي انا كنت بعملها مع مذيعين قناة الزمالك. لما يبقى عندك فريقين متساويين في عدد البطولات ما ينفعش تطلع تقول الزمالك على رأس الجميع ب5 بطولات وبعدين بقى مازيمبي ب4 بطولات. لا الحقيقة ب3 بقى، لا 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 لا، ب2 لا، امال بكام؟ ب5. يا ابني ما انت لسه قايل الزمالك على رأس الجميع. اعدلك يا جاليليو، يبقى الزمالك ومازيمبي على رأس الأندية المشاركة فقط في دوري الأبطال هذا الموسم، وكل واحد فيهم عنده 5 دوري أبطال. ده بس تصحيحا، وانا عارف ان انت يعني ايه اكسايتد جدا بقى وفرحان جدا ومش مالك نفسك من السعادة ان انت اخيرا قادر تقول ان انا على رأس الجميع في ظل غياب الزعيم الحقيقي لدوري ابطال افريقيا والافريقيا النادي الاهلي. دي برضو كانت ايه يعني حتة كده كوميدية من قناة الزمالك ومن الأخ الفيلسوف جاليليو اللي بيدرس إعلام. كل مرة هفكرك إن جاليليو بيدرس إعلام. عارف ليه بفكرك؟ علشان تعرف يا معلم إن المعجزات مستمرة معانا. خلي بالك أنا لسه مكمل مع جاليليو. تعال معايا نسمع جاليليو بعد بقى ما استعرض الأندية وفرح والحاجات دي قال إيه. بصوا يا جماعة، في الكوكب كله مفيش قواعد بتسري على فكرة أوجه الاستفادة، يعني لما أقول الطرف دوت مستفيد أو لأ، إلا حاجتين: يا إما ماضيك القريب يا إما حاضرك الآني. أنت دلوقتي عامل إيه؟ كويس كده؟ كويس كده. خلي بالك هو لسه من أقل من 10 ثواني كان بيقول لك إيه. أنا عايزك يا باشا تركز معايا والله العظيم، عشان الراجل ده بيتكلم كلام بيدل على إنه كل حاجة ممكنة طالما هو بيدرس إعلام. والله أنت ممكن تعمل أي حاجة. أنا ممكن أروح أدرس هندسة عادي، ما هو جاليليو بيدرس إعلام يا جماعة. اسمع كان بيقول إيه من 10 ثواني بالظبط، ركز. يا إما ماضيك القريب. ماضيك القريب، حلو، كمل يا عم جاليليو وركز عشان في كلام كبير قوي 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 هيتقال. لكن فكرة إن أنا أحكم على المستقبل وأقرر أديك فايدة بالعافية من قرار لا بد وأن يحدث كده كده، لأنه للأمانة نظام البطولة ونظام دوري الأبطال والكونفدرالية الاتنين محتاجين يتنسفوا. لازم تجدد ولازم تغير علشان مسابقاتك تبقى للأفضل. دلوقتي بقى قرار لازم يحصل كده كده. ليه؟ عشان القرار يا معلم مش هيطبق في موسم 26-27، يعني الأهلي مش هيستفيد منه. ودلوقتي بقى نظام الكونفدرالية ونظام دوري الأبطال من الآخر يعني
اللي هو عدد الأندية المشاركة من مصر، لا ده لازم يتنسف، عشان القرار خلاص احنا اتأكدنا ان هو مش هيتم تطبيقه السنة دي، السنة اللي جاية. واللي هو بالعقل والمنطق غالبا الزمالك هو اللي هيستفيد منه. فريق عنده ايقاف قيد تأديبي فترتين، الصيف والشتاء، والاهلي بيدعم وبيراميدز بيدعم. وخلي بالك في خناقة على السوشيال ميديا الزملكاوي لو انت متابع على فكرة المدير الفني والمعسكر اللي اتأخر، واحنا يا جماعة داخلين على موسم صعب جدا والتقصير، وجون ادوارد مش عايز اللعيبة تنزل المعسكر، في حوارات. فالمعطيات دي بالعقل من غير بقى لا قصف جبهات ولا فكرة انا بحفل عليك بتؤدي الى ان الزمالك غالبا هيبقى مركز ثالث. فهو جوه قرارة نفسه عارف ان الزمالك هيستفيد من هذا القرار بنسبة 100% الموسم اللي جاي بقى، اللي هو 27-28. علشان كده طلع قالك دلوقتي ايه؟ قالك النظام لازم يتغير بتاع دوري الابطال وبتاع الكونفدرالية. طبعا هو لا يعنيه الكونفدرالية، هو بيتكلم على دوري الابطال، وقال لك النظام ده عايز يتنسف. خلينا نسمع باقي الكلام بتاع الاخ الجميل اللي بيدرس اعلام، اوعى تنسى جاليليو. لكن في النهاية الموضوع بيحتاج دراسة متأنية وقرارات فنية تفيد البطولة، مش تلصقة. يا عم اقعد بقى استنى، بيقول لك بس الموضوع محتاج تأني. احنا يا جماعة محتاجين بس نقعد سنة نعدي بس الموسم ده، نتأكد ان النادي الاهلي مش هيلعب دوري ابطال. خلصنا الموسم طبق بقى القرار يا معلم. والله يا جاليليو انا كان نفسي ان القرار ده مثلا ياخد له 4-5 سنين دراسة ونبدأ نطبقه من 2030 مثلا. انا بوجه رسالة للكاف ما تستعجلوش بعد اذنكم. انما فكرة ان في الفترة الاخيرة يقولوا لحضرتك ايه الالف واللام، الزمالك المستفيد من ذلك، ما كده كده الزمالك ده اللي بيطلع الثالث. الجملة دي صحيحة 100%. ليه؟ لان احنا لو جينا نقيس على اخر 4 سنين الزمالك طالع ثالث 3 مرات، ومرة واحدة استثنائية طلع بطل الدوري. عايز اقول لك ان بطل الدوري ده طلع اول بفرق ايه؟ بفرق ماتش. وخلي بالك برضو مع الوضع في الاعتبار ان بيراميدز والاهلي كانوا في واحدة من اسوأ مواسمهم. وطبعا على جنب كده في اوسكار رويز وفي ناس تانية زقوا في الزمالك. هو يعني الخلاصة في الفقرة اللي هو عاملها دي عايز يقولك يعني ان الزمالك مش مستفيد ولا اي حاجة، والزمالك بطل الدوري، وانت ما تقدرش تعرف وتحكم مين اللي هيطلع مركز ثالث في السنوات الجاية، وان القرار ده لو كان اتطبق السنة دي كان اللي هيستفيد منه فقط هو النادي الاهلي، لان طبعا السنوات القادمة احنا ما نعرفش مين اللي هيكسب الدوري ومين اللي مش هيكسب الدوري. وطبعا بقى هيخش لك في السكة الياها بتاعت ايه، خلي بالك اخر 6 سنين من ساعة ما طبقنا الفار الزمالك خد 3 بطولات والاهلي خد 3 بطولات. طبعا ده يعني ايه جملة كده لما تسمعها تقول والله الراجل ده بيتكلم كلام مظبوط، ولكن لما تكون عايش جوه الحدث وانت عشت بنفسك في 2021 و2022 وعارف كويس جدا الزمالك كسب الدوري ازاي في الفترة دي. مش هقولك بقى عم حسين لبيب اللي كان بيقعد مع مجاهد ويقول له اضغط لي ماتشات الاهلي بعد اذنك علشان الاهلي يلعب وهو عصبي ومتوتر، ده كلام حسين لبيب وانا سمعته لك هنا خلي بالك. ولكن هقولك بمنتهى البساطة موسم 21-22 اللي هو كان اخر لقب دوري للزمالك قبل اللقب بتاع الموسم اللي فات على طول، الاهلي كان منزل بيان ضد لجنة الحكام، بيان تاريخي. البيان ده ادى الى استقالة او اقالة ايا كان المسمى مش فارقة عصام عبد الفتاح اللي رجع لنا تاني ولجنة حكامه، نظرا لان كان في كوارث تحكيمية. مش انا اللي بقول، اللي بيقول اولا وده المهم بالنسبة لي الحكام نفسهم اللي كانوا بيحكموا في هذا الموسم. تاني حاجة يا معلم، ساعتها كان لسه عندنا الفقرة بتاعت تحليل الحالات التحكيمية، فاكر؟ كانت موجودة، دلوقتي اتلغت. وطبعا كلنا عارفين الفقرة دي اتلغت ليه. اوعى حد يضحك عليك ويقولك اصل الفقرة دي بتنشر الفتنة وبتنشر التعصب. لما اجيب لك خبير واثنين وثلاثة واربعة وخمسة على قنوات مختلفة خبراء تحكيم وكلهم بالاجماع يقولوا لك ان الزمالك في موسم 2021 و21-22 استفاد من اخطاء تحكيمية
تتجاوز ال10 نقط و12 نقطة، في حين ان النادي الاهلي اتضر من اخطاء تحكيمية تقريبا بنفس المعدل. يبقى احنا كده يا معلم بنتكلم في حقائق يا معلم. ده كان بيطلع على قناة الزمالك نفسها ياسر عبد الرؤوف وكان بيحلل اخطاء تحكيمية ضد الزمالك ويقول ان في اخطاء حصلت الزمالك استفاد منها او الاهلي اتضر منها، وكان بيبقى قاعد معاه طارق يحيى ويحاول يزنقه ويحاول يعني بكل الطرق يقول له يا كابتن يعني اللعبة دي انت عايز تقول لي ان اللعبة دي الزمالك، يقول له ايوه جوه قلب قناة الزمالك، علشان بس ايه ما يطلعش واحد يقول لك اصل القنوات دي كلها اهلاوية. لا يا معلم، قناة الزمالك نفسها اللي كان بيحلل التحكيم جواها كان بيطلع الزمالك مستفيد من التحكيم والاهلي مضرور من التحكيم، مش ماتش واحد ولا ماتشين، لا ده كذا ماتش. المهم يعني فده الجملة الشهيرة بتاعت ايه؟ الزمالك والاهلي من ساعة ما طبقنا الفار الزمالك كسب 3 والاهلي كسب 3. طب يا حبيبي ليه ما قلتش برضو ان من ساعة ما طبقنا الفار الاهلي بقى مكتسح دوري ابطال افريقيا؟ ولا ايه؟ هتقولي لا اصل الفار بتاع افريقيا فار مش مظبوط، الفار بتاعنا احنا هو اللي حلو، صح؟ هو ده اللي بيعجبك. الكابتن الشناوي اللي هو ابن كابتن احمد الشناوي اللي بيقعد على الفار ده اللي انت بتحبه، صح؟ الكابتن محمد الغازي بقى هقول لك ووافا، وقبليهم والله كان عندنا قامات تحكيميه جميله. ابراهيم نور الدين، ده ابراهيم نور الدين ده يا ابني بنفسه طلع في مره مع مهيب وقال له ان الكوره بتاعت الاهلي وطلائع الجيش، فاكر الكوره اللي عدت الخط في ماتش الاهلي وطلائع الجيش وكان حكم الساحه هو ابراهيم نور الدين ما حسبهاش؟ طلع مع مهيب وقال له الكرة عدت طبعا واضحة جدا بس انا الفار هو اللي ما قاليش الكرة دي بتاعت الفار. ما علينا يعني. معلش استأذنك في حاجة بسيطة جدا هنختم بيها فقرة جاليليو وبعدين بقى نطلع على هاني ابو ريدة. اسمع معايا جاليليو بيقول ايه. توقفت عند مقال كتبه او بوست كتبه الصحفي المخضرم جمال الصيفي الصحفي المغربي، اتكلم فيه عن نموذج تدوير الاشاعة. عارف نموذج تدوير المهملات او البلاستيك؟ لا الصراحة يا جاليليو انا اعرف تدوير الاشخاص، يعني احنا نجيب اشخاص نحطهم في اماكن وبعدين يعملوا كوارث فيمشوا وبعدين نستنى سنة 2 3 فنقول ايوه الناس نسيت، هاتهم بقى تاني، هاتهم نعمل لهم بقى اعادة تدوير. ده اللي انا اعرفه الحقيقة واللي احنا بنشوفه حوالينا في اماكن كتيرة جدا، يعني مش في مكان بعينه، يعني علشان ما حدش بقى يقول لي انت قصدك ايه انت بتلمح يا عم. انا لا بلمح ولا نيلة، انا بقول لك اعادة التدوير دي انا بشوفها فعلا في اماكن معينة زي ما انت برضو بتشوفها. كمل يا جاليليو. اللي لا يمكن التداول ولا التناقل يحولها الحقيقة مهما كان، لأن في النهاية هي إشاعة. اتكلم عن قرار اعتبر نهائيا وهو توصية لم تكن مطروحة أصلا. بصراحة بقى يا جماعة يعني جاليليو شوقني جدا. ايه الإشاعة اللي كان في ناس بتتكلم عنها وبتنشرها وأدت إلى إن أغلب الجماهير تصدق فعلا إن الكلام ده حقيقي؟ واتكلم على إن قد إيه ده ممكن يؤدي لتضليل الجمهور وتقديم لحسبة الكليك على حسبة مهنة الصحافة اللي عمرها ما كانت ولا هتكون سلة مهملات أي حد يرمي فيها أي خبر. هو بيتكلم عن الناس اللي نشرت الخبر أو القرار. يا جماعة خلاص الكاف اتخذ قرار بزيادة عدد الأندية وموتسيبي طالع يعلن هذا القرار. ده اللي احنا كنا عايشين فيه الأيام اللي فاتت. ولكن كان في مذيع على قناة الزمالك بيدرس إعلام هو الحقيقة طلع قبل مؤتمر موتسيبي بيومين وقال لك الناس اللي ما شافتش حفلة جوهانسبرج تتفرج على المؤتمر بتاع موتسيبي علشان نعرف ان اللوايح زي ما بتخدم الحق ممكن تخدم الباطل. الله يرحمك يا وحيد يا حامد. المذيع ده يا عم جاليليو قعد يقنع المشاهدين بتوعه ان خلاص القرار متاخد. اتفرج يا معلم على موتسيبي وهو بيهدي المقعد الثالث المؤهل لدوري الأبطال للأهلي، ولازم يا جماعة نفتكر اللحظة دي كويس جدا. جاليليو اسمع معايا، جاليليو كان بيقول ايه قبل مؤتمر موتسيبي؟ يتفرج على مؤتمر الكاف يوم الأربعاء، اتفرج هتنبسط. رحم الله وحيد حامد. إنما وحيد حامد لما كان بيكتب، لما يقول لك إن القانون واللائحة زي ما ممكن تخدم الحق
ممكن تخدم الباطل وتقعد تتفرج على الباطل وهو بيتحقق امام اعينك، لانك امام اكبر مجامله كاشفه مكشوفه تحدث في تاريخ الماما افريكا. لما تجد ان رئيس الاتحاد الافريقي لديه مؤتمر، ماذا سيحدث في هذا المؤتمر؟ انا اعلم وانت تعلم والكل يعلم. ايه يا عم جاليليو، بذمتك ينفع كده؟ يبقى زيك زي اي واحد مبتدئ عمال بينشر بقى الاخبار اللي هو مش متأكد منها والاشاعات ويعمل لها اعادة تدوير مرة تانية. يا ابني مش لما تطلع على الشاشة وتقول خبر وتقوله حتى مش بصيغة خبر سريع مثلا يا جماعة ده موتسيبي هيعلن كذا كذا وتعدي، لا ده انت تفرد له وتقول وحيد حامد والحق والباطل واللوايح وسجل موقف وسجل يا تاريخ، وفي الاخر اللي تسجل هدف ذاتي. والله العظيم انت جبت جون في نفسك. انت طالع عمال تقول السوشيال ميديا والاشاعات واعادة تدوير، يا ابني انت طالع بتهاجم نفسك. اتكسف يا راجل، ده انت اقنعتني انا شخصيا ان الاهلي خلاص هيشارك وان موتسيبي هيقول ان المركز الثالث مؤهل لدوري الابطال. حرام عليك، عيب تبقى راجل اولا مذيع في قناة الزمالك الرسمية، بتدرس اعلام. طب الطلبة بتوعك هيقولوا ايه عليك وانت طالع بتهاجم نفسك؟ انت طالع بتسلم نفسك يا ابني. الطلبة بتاعتك نفسي اعرف وهو داخل كده على المدرج او على السكشن الطلاب بيبصوا له ازاي، اقسم بالله. المهم يعني، هل عندك حاجة تانية تقولها ولا خلاص؟ متعلق بفكرة قد ايه نموذج تدوير الاشاعة حصل في هذا الملف تحديدا. نموذج تدوير الاشاعة اللي انت شاركت فيه. ما تطلعش نفسك من الليل، انا قاعد لك. وحاجات ليها علاقة بالمؤتمر وحاجات ليها علاقة بمجموعة اخبار حصلت غير طبيعية، وفي النهاية كله في شنك. باعتراف جاليليو يا جماعة نفسه هو من بقه قالك ان كل الاخبار دي فيشنج، يعني من الاخر. باعتراف جاليليو، لما هو جاليليو طلع قبل مؤتمر موتسيبي وقعد يأكد ان خلاص هيتم زيادة عدد الاندية، هو كان بيقول اخبار فيشنج. تعال معايا نسمع هاني ابو ريدة قال ايه مع لميس الحديدي، لانه قال ضرر. يلا بينا. النهارده كان كاس العالم 32 بقى 48، بيفكروا 68. الفتره اللي فاتت دي كلها عندنا انجازات كبيره جدا. يعني يظن البعض انه هاني ابو ريدة تقدم بهذا الطلب في هذا التوقيت مغازلة لجمهور الاهلي اللي منزعج منه، ساعات يقول لك ان انت منحاز للزمالك. هو في ناس تقول كده وفي ناس تقول كده. يا عم استنى بس استنى. ناس بتقول كده وناس بتقول كده، انت هتمثل من اولها ولا ايه؟ هو انت عملت ايه للاهلي ولا قدمت ايه خدمات للاهلي علشان تطلع تقول ان في ناس كده وناس كده؟ ناس بيقولوا ان هو منحاز للزمالك وناس بيقولوا ان هو منحاز للاهلي. ده بناء على ايه يعني؟ طب الزمالك وفاهمينها، لكن الاهلي فين المواقف يا بيه؟ فين الخدمات اللي انت عملتها علشان تطلع بمنتهى الثقة والابتسامة اللي انا صدقني انا من كتر ما انت عزيزي الملكي الاهلاوي عزيز عليا، انا منعت عنك ان انت تشوف الابتسامة دي والله العظيم. يعني هي ايه؟ تيجي فيا انا ماشي بس بلاش انت. فهو مبتسم ويعني عايش بقى في دور المحايد، وان انا هنا في ناس ضدي وهنا برضو في ناس ضدي والكلام ده. المهم نسمع الاخ هاني ابو ريدة هيقول ايه على موضوع زيادة المقاعد او الطلب اللي قدمه على زيادة المقاعد في دوري الابطال والكونفدرالية. هل الاهلي او كابتن خطيب طلبوا منك ان انت تقدم هذا الطلب؟ لا ولا حد طلب. لم يطلب كابتن خطيب او النادي الاهلي باي شكل. هو حضرتك دايما انت في فرص. انا عايز اقول لك يا معلم ان من كام يوم خالد الغندور قال ان الاهلي قدم طلب لهاني ابو ريدة اتحاد الكورة علشان يزودوا عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال. الراجل بيقول لك لا. فطبعا انت عارف الرد اللي هيتقال لك، هيقول لك لا هو قال له، مالكش دعوه بالكلام ده، هو قال له. يعني انت هنا كواحد من الفئه الياهه، الفئه الياهه هتقول لا الكلام ده مش صح، هاني ابو ريدة هنا ما قالش الحقيقه، لا هو الاهلي طالب. فانت بمزاجك، وافتكر الجمله دي كويس جدا، بمزاجك طلعت هاني ابو ريدة هنا ما بيقولش الحقيقه. خلاص ركز معايا والنبي عشان التفصيلة دي مهمة جدا. يعني المهم هو في المنطقة دي مش هتاخد منه كلام مفيد. قالك بقى ايه؟ مصلحة الكرة المصرية والدول اللي في شمال افريقيا انديتها هي المتفوقة. كلام عام جدا جدا ما فيهوش اجابة واضحة. وعلى فكرة دي سمة الحوار ده كله غالبا مش هتلاقي فيه اجابات واضحة على الاسئلة المهمة. تعال معايا ننتقل لجزء تاني، وخلي بالك في حتة جمهور الزمالك ماسكها، مش كلهم كالعادة، لازم أأكد بقى كل مرة.
جماهير الزمالك في نسبة كبيرة منها كويسة، انا بتكلم عن النسبة التانية. واعلام الزمالك برضو في ناس محترمة، انا ماليش دعوة بيهم، انا بتكلم عن الناس التانية، الفئة اللي انت عارفها. خلاص، في جزء هنا في الحوار هاني ابو ريدة هيقولوا، وهم اخدوا بقى الحتة دي ولفوا بيها يا معلم الفيسبوك واكس وانستجرام ويوتيوب. بص، مفيش منصة ناقص يطلعوا بيها على نتفليكس. منطقة كده معينة هو اتكلم عنها، حاجلها ما تقلقش، والرد جاهز، وخلي بالك بدل الرد 2. المهم يعني نكمل مع الكابتن هاني ابو ريدة، والسؤال بقى اللي كلنا كنا مستنيينه: ليه يا هاني ابو ريدة جبت عصام عبد الفتاح وجبت شوقي غريب؟ يا عم سيبك من شوقي غريب. هي لما سألته على شوقي غريب قال لها ده راجل عنده كفاءة، وراجل كسب المركز الثالث مع المنتخب، وقبليها كسب بطولات، يعني حاجات عملها بس كانت من زمان قوي. المهم يعني احنا عارفين ليه هاني ابو ريدة جاب شوقي غريب. هو جابه علشان الراجل صديق مقرب، وخلي بالك دي ميزة. هنا بقى يظهر لك الجانب الإنساني من هاني ابو ريدة. هو راجل بيحافظ على الصداقات، راجل صاحب صاحبه. يا بخته يا هناه اللي صاحبه هاني ابو ريدة. يا اخي يا ريتني انا، يا اخي ممكن يمسكوني المنتخب الاولمبي عادي، وهيقول لك الراجل ده عنده كفاءة. كفاءة ازاي؟ الراجل ده واخد 4 بطولات. بطولات يا ابو الكباتن؟ ايوه، واخد 4 بطولات في لعبة فيفا بلاي ستيشن. المهم قول لنا بقى يا عم هاني، ليه عينت عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام رغم انه على خلاف مع النادي الاهلي؟ فوجئنا ب كابتن شوقي غريب وكابتن عصام عبد الفتاح في التعيينات الجديدة كمدير المدير الفني لاتحاد الكورة ورئيس لجنة التحكيم. من فضلك مع الكابتن عصام عبد الفتاح اسمها رئيس لجنة التربية والتحكيم، لان انا جوه المباراة لما الاقي اللعيبة اتعصبت وبتضرب بعض وبيقولوا الفاظ ويتهموني بالانحياز للفرقة التانية، اقول لا بقى، انت فاكر انا جاي هنا حكم بس ادي انذارات وطرد واطبق القانون؟ انا يا معلم بتاع التربية والتحكيم، والتربية قبل التحكيم. لازم لما لاعب يضرب زميله اقول له ايه يا كابتن، اعتذر، قابل الاعتذار، تمام مرضي، خلاص اوعى تعملها تاني. حظك ان انا دلوقتي مش بحكم، انا دلوقتي بدير، بحتوي. وبعد كلاتنبرج هو احنا بقالنا فتره كان جه رؤساء لجنه حكام، بس الجبليه ما بيعيش لهاش هي رئيس لجنه حكام اجنبي بس في العالم ما بيعيش كله. لهاش. هو الحقيقه اللي فات ده، خد بالكم يا جماعه، الناس يعني بتبص ما يفكر شويه. بيقول لك الناس لازم تفكر شويه. يا ابني ما احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر. انت عارف ان احنا لو ما كناش بنفكر كنا هنقعد وعادي. هيقول لك عصام عبد الفتاح، قول له صح مظبوط، احنا قلنا عايزين حكام مصريين فلازم نجيب عصام عبد الفتاح. لكن مثلا هنجيب الكابتن سميروفيتش محمود عثمان، ده راجل اجنبي مش معانا. نجيب مثلا ياسر فرانسوا عبد الرؤوف، ده راجل فرنساوي، ما ينفعش. نجيب مثلا الكابتن جهاد الكسندر جريشة، راجل انجليزي. لكن هو كابتن عصام عبد الفتاح هو راجل مصري 100%. كمل. وطلعوه مش عارف كذا، وطلعوه كذا، اخر واحد اوسكار اللي حضرتك. انا ملاحظ حاجه، ان احنا لغايه دلوقتي ما خدناش اجابه من الباشمهندس هاني ابو ريدة هو ليه جاب عصام عبد الفتاح. تعال نكمل معاه، جايز نوصل لاجابه. حضرتك جايب اكتر واحد عنده مشاكل مع النادي الاهلي. انت شايف السؤال واضح جدا ازاي؟ اتمنى ان انا اسمع اجابه واضحه. الفترة دي كنتش موجود انا فيها. ايوه بس الاهلي كتب فيه مذكره قدم بيان رسمي. ايه الاجابه دي؟ ركز معايا، اقسم بالله انا على تكه، انا ده خلاص هيروح مني. بتقول له انت جايب رئيس لجنه حكام اللي هو عصام عبد الفتاح على خلاف واضح مع النادي الاهلي، لكن يقول لها انا ما كنتش موجود ساعتها. ساعتي يا ابني، انت اللي جايب عصام عبد الفتاح دلوقتي. هي بتقولك انت جايبه دلوقتي ليه؟ تقول لها انا ما كنتش موجود ساعتها. دي اجابة على سؤال تاني. لما تقولك مثلا ايه رأيك في عصام عبد الفتاح والاخطاء اللي عملها في سنة 2022 مثلا، انت ليه جبت عصام عبد الفتاح في 2022 او 2021؟ خلي بالك اللي جاب عصام عبد الفتاح في التوقيت ده كان مين؟ كان احمد مجاهد. مين احمد مجاهد؟ الايد اليمين
والشمال كمان لهاني ابو ريده، ولكن كنت هتفهم انك تقول لها انا ما كنتش موجود ساعتها لما تقول لك السؤال بتاع مين عين عصام عبد الفتاح سنة 2021. لكن هي بتقول لك دلوقتي سنة 2026. يا عم استنى نسمع باقي الإجابة، جايز هيوصل لحاجة نقدر نفهمها. ده انت كده بتستفز النادي لا الاهلي لا وجماهيره لا، بشكل استحالة كبير. استحالة الكلام ده غير مقصود. انا بتكلم على اللي اقدر انا استفاد منه، وده انا اتحاد الكرة مفيش صاحب غيره يا القرار. فندم، مع احترامي على فكره لكل الناس لا اللي بتكلم بالعكس عليهم. بالعكس، في ناس كويسة جدا. لغاية دلوقتي مفيش إجابة. بتقول له مفيش غير عصام عبد الفتاح، لا لا بالعكس في ناس كتير. طب ما جبتش ليه ولا واحد من الناس الكتير؟ فين الإجابة؟ أنا عايز إجابة. هو عصام كان فين الفترة دي؟ ليه مفيش حد قال ان عصام ادار الحكام في الامارات راحوا استفادوا منه واشتغل؟ يا ابني ايه علاقة اللي انت بتقوله بأم السؤال؟ بتقولك في خلاف بين الأهلي وعصام، ليه جبت عصام؟ ايه علاقة ان هو راح الامارات؟ فين الإجابة يا جدعان؟ وانتي قاعدة قدامه المفروض تقولي له حضرتك يا فندم، يعني احنا مش بنتكلم عن خبرات عصام عبد الفتاح، مش بنتكلم عن رحلات عصام عبد الفتاح في الخليج العربي، انا بكلمك على واحد على خلاف مع النادي الاهلي، انت رايح تجيبه رئيس لجنة حكام وتاني. فين الاجابة؟ عصام عنده علاقات من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ولها ثقة. برضو عمال بيلف حوالين الاجابة. عنده علاقات مع الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي ولا حتى الاتحاد المريخي كوكب المريخ، ماشي. عنده خبرات في المجرة كلها، راح مسك رئيس لجنة حكام في بلوتو. فين الإجابة؟ ليه جايب واحد على خلاف مع النادي الأهلي؟ كمل. الاتحاد الدولي ولها ثقة كبيرة، هو حاليا في غانا بيحاضر هناك في غانا. بص ودك لففك العالم، غانا والامارات والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. الإجابة فين؟ ما جاوبش الراجل، ما جاوبش على السؤال. ولما ما يجاوبش على السؤال اعرف ان عصام عبد الفتاح جاي عندا في الاهلي وجماهير الاهلي، وعلى الجانب الاخر ده برضو راجل صديق لازم نخدمه زي ما خدمنا شوقي غريب. الاتحاد المصري لكرة القدم ده الحقيقة انا بحاول استخدمه انه يكون دليل على ان انا صديق وفي. طيب تعال بقى على اخر تصريح اللي هو تسجيل العقود الصحيحة، الجملة اللي لفت على السوشيال ميديا كلها. الاول نسمعها منه وبعدين نرجع علشان نرد. نادي الزمالك دفع اكتر نادي دفع ارقام في اللاعبين وفي كل المشاكل اللي عنده كان نادي الزمالك، عشان متكوم عليه حاجات يعني ولا وهو عشان عقوده كمان صحيحه. كان العقود اللي كانت موجوده عنده كانت عقود صحيحه، الارقام كلها اللي كانت موجوده عقود صحيحه وارقام صحيحه، في اشاره واضحه وتلقيح واضح. اتاري مها وفرح مش جايبينه من بره يا عم، ده اتحاد الكوره، ده رئيس اتحاد الكوره نفسه طالع بيلقح على الاهلي. الناس فرحت جدا بالكلام ده وقالت لك الحق بص اعترف اهو باشمهندس هاني ابو ريده قال. من شويه قلت لك ايه؟ قلت لك لما الراجل قال هاني ابو ريده قال لك ان الاهلي ما طلبش مني ان انا اقدم طلب للكاف عشان ازود عدد الانديه، قلت لك هيتقال لك ايه؟ الكلام ده مش صح، ما حصلش، لا الاهلي طلب. اذا هم لما كانوا مش عايزين معلومه معينه بعينها تتقال اعتبروه ان هو ايه؟ ما بيقولش الحقيقه. طيب لما يجي يقول لك ايه ارقام عقود الزمالك صحيحه، لا ساعتها بقى هو بيقول الحقيقه. اصل انا كواحد منتمي للفئه الياهه دي بنقي التصريح اللي يعجبني يبقى كلام حقيقي وصادق، والتصريح اللي ما يعجبنيش لا هو هنا ما قالش الحقيقه بالمزاج. المهم يعني سيبك يا عم من الكلام ده، الراجل بيتكلم بصدق 100% في الحوار كله. هعتبر ده يعني هعتبر ده في ردين. اول رد وهو الرد اللي انا بعتبره رد منطقي جدا 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 من وجهة نظر اتحاد الكورة. انت لو بتقول ان الاهلي او ان الزمالك بيسجل عقود بشكل صحيح وارقام صحيحة، يعني انت قصدك تقول ان باقي الاندية او النادي الاهلي بيحط ارقام مش صحيحة. طب انت عرفت منين؟ انت اكيد عندك معلومة، يعني انت مش هتطلع كده من نفسك تقول كلام في الهوا، اكيد معاك معلومة مؤكدة من مصدر موثوق منه، صح ولا مش صح؟ ولا هطلع اهبد؟ مش هطلع اهبد، انا عندي معلومة مؤكدة.
يبقى انت هنا يا معلم عليك مسؤولية. انت ليه كرئيس اتحاد كورة طالما عندك المعلومة والمعلومة مؤكدة ومن مصدر موثوق منه بنسبة 100% ما تتخذش الاجراءات القانونية؟ عادي جدا. انا اللي بقولك ضد النادي الاهلي وتقول له معلش العقود اللي عندي دي عقود مش صحيحة، وانت مش دافع نفس الارقام اللي انت كاتبها عندي في العقود اللي متسجلة في اتحاد الكورة. يعني لو احنا افترضنا ان النظرية دي صح، انت كده بتدين نفسك، انت كده متواطئ، لان انت عارف وساكت. هتقولي ما هو معهوش دليل. معهوش دليل يبقى ما ينفعش يطلع في الاعلام ويقول ارقام صحيحة لو هو معهوش دليل. لكن لو قلت لي هو معاه دليل يبقى هو متواطئ، يبقى هو جزء من الموضوع. يبقى لو النادي الاهلي هيتعاقب في الموضوع ده يبقى هو لازم يتعاقب مع النادي الاهلي، لان هو متواطئ معاه يا باشا بكلامه هو، الحمد لله مش بكلامي. ففي الحالتين سواء معاه دليل لازم تتخذ اجراءات قانونية، يا اما هتبقى متواطئ. طب معهوش دليل يبقى انت كده طالع بتهبد، طالع بتهرتل، طالع بترمي كلام بالباطل عن النادي الاهلي، ولكن علشان انت ما تقدرش تقول الكلام بشكل مباشر بتلف حوالين الموضوع، بتلقح بقى زيك زي مها صبري بالظبط الحقيقة. بل انا بعتبر مها صبري يعني تتفوق عليك شوية، لانها على الاقل بتضحكنا، لكن انت يعني ما بتضحكناش الحقيقة. كلامك كله دمه تقيل جدا. طيب ده حاجة، لسه جايلك في رد بقى يا معلم، والرد ده علشان الواحد يبقى امين مش من عندنا، ده من عند فارس، محمد فارس كتبوا عنده على الصفحة بتاعته، والرد فيه منتهى المنطق. بيقولك الخلاصة يعني، قالك النهاردة لما انا بجيب لعيب بدفع له 10 جنيه مثلا، يعني الاهلي بيدفع للاعب بشكل مباشر 3 جنيه، وفي 7 جنيه تانيين بيروحوا للاعب عن طريق حقوق الاعلانات، عن طريق البرامج مثلا التلفزيونية، يعني مصادر اخرى. لكن انا كنادي اهلي دفعت للاعب 3، والاهلي طبعا بيدفع عن كل الكلام ده ضرايب وحقوق البلد. هي الاعلانات ملهاش ضرايب؟ هي الحقوق التلفزيونية ملهاش ضرايب؟ ما هو كل حاجة ليها ضرايب يا ابني. فالحاجات دي ما بتروحش لاتحاد الكورة، اتحاد الكورة اللي بيروح له العقد اللي بين النادي واللاعب. اتمنى تكون المسألة واضحة، ردت لك على الموضوع وفهمتك الليلة ماشية ازاي. في نهاية هذا الفيديو اوعى تنسى اللايك يا معلم، لان اللايك مهمة جدا جدا جدا، وما تنساش برضو تحط تعليق تقول لي رأيك ايه في الكلام اللي احنا قلناه. ولو لسه ما اشتركتش على القناة بقى، فالمرة دي يا معلم اللي منعك مش جاليليو ولا مها ولا فرح، لا 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 لا، انت اللي منعك يا معلم هاني ابو ريدة. بس لو انت ما اشتركتش يبقى انت من عشاق هاني ابو ريدة، وتحمل بقى ان احنا نعتبرك من عشاق هاني ابو ريدة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، سلام.